السلام عليكم. هلت روايح العيد وكل سنة وانتم طيبين. ينعاد عليكم وعلينا الأيام بخير وحب وسعادة يا رب ورزق إن شاء الله بإذن الله. كلنا بنفضل ندور على طرق تسهل معانا تنظيف الكرشة وخصوصا وقت العيد. بنبقى عايزين حاجة تنجز معانا في الوقت وفي المجهود وننظف أكبر كمية ممكنة في أقل وقت. لو انتي جديدة على القناة او اول مرة تشوفي قناتنا يا ريت تدي لفة كده في القناة، ولو عجبك المحتوى بتاعنا ما تبخليش عليا بالاشتراك وكومنت حلو كده زيك علشان خاطر يشجعني واقدر اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. تعالي بقى هقولك على امن واحسن واسهل طريقة ممكن تنضفي بيها الكرشة في ثواني. يلا بينا كده قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هقولك بقى على الخطوات والحاجات اللي انت ممكن تاخدي بالك منها في الكرشة عموما. وقت التنظيف والحاجات اللي هي بتسهل معاكي والحاجات اللي هي بتخلي الكرشة ما بتنضفش معاكي. هقولك على كذا نقطة، خلي بالك معايا واسمعي الفيديو وافهمي كل كلمة انا بقولها. اول حاجة انا بحط المية بتاعتي على البوتاجاز لحد لما توصل لدرجة قبل الغليان. قبل الغليان ما تغليش المية لو غليت مش هتنضف معاكي الكرشة بسهولة. يعني ايه؟ يعني احط ايديا كده في الميه ما اقدرش استحمل سخونيه الميه. دي حاجه. الحاجه التانية ان انت المفروض وانت بتجيبي الكرشه تبقي عارفه ومتاكده ان الكرشه دي طازه، مش مركونه، مش معدي عليها مثلا يوم او محطوطه في التلاجة، علشان خاطر برضو الكرشه تنضف معاكي على طول. خلاص. تالت حاجة، انت لما تيجي تنزلي بقى الكرشة في المية السخنة، بحط الكرشة شوية وبشيلها بس ما بزودش الوقت عليها علشان خاطر ما تلسعش مني. لو لسعت منك الكرشة برضو مش هتنضف. عندك طريقة تانية ان انت تنزلي الكرشة في المية وتطلعيها، تنزليها في المية السخنة وتطلعيها زي ما انا عملت، فكده برضو هتنضف معاكي على طول. شايفين بتشال معايا بمنتهى السهوله، مش محتاجه حتى سكينه. في الاول كنت بشيلها بالسكينه علشان خاطر لما كانت سخنه فمش مستحملاها على ايديا، لكن بوريكي بص الطريقه بتاعتي حلوه وطريقه امنه، لا هتضرك ولا هتضر اولادك. الميه وبس. الميه طبعا كلنا يعني عارفين ان هي لا فيها حاجه تضرنا ولا حاجه تاذينا، مش زي ما الواحد بيسمع اليومين دول. ربنا يعافينا يا رب ويعافيكم على الطرق اللي بيستعملوها. فلو انتي بتحبي تجيبي الكرشه تكون متنضفه لازم تكوني جايباها من حد يكون امين عليكي وعلى اولادك. الواحد بيسمع على طرق لا يمكن يتخيل ان في ناس ممكن تستعملها، لكن المية طبعا لا تأذينا ولا هتضرنا. هي المية السخنة وبس، مية سخنة وبس. الجزء ده كنت لا طبعا لما قعد لحد لما نضفت الجزء الاولاني كان برد، فنزلت شوية في المية السخنة وطلعته، وبصي بيطلع على طول اهو، حتى بايديا بيطلع. خلاص نضفت الكرشة بتاعتي، هبدأ اشطفها. كانت المية قطعت عندي فاستعملت بقى المية المركونة. هنضفها واشيل اي حاجة تكون زيادة عليها، وابدأ بقى اشيل الطبقة اللي هي من ورا. قسمتها كده نصين بس عشان خاطر ان انا اعرف اتحكم فيها. هاجي اشيل بقى الطبقة اللي هي الشفافة في ظهر الكرشة. الجزء ده ما بشيلوش من بدري، بشيله بعد ما انضف الكرشة بشيله، علشان خاطر اي تنظيف بينزل من الكرشة ما يمسكش في الظهر بتاع الكرشة. لو مسك فيها مش هتعرفي تطلعيه ولا تقدري تنضفيه. الجزء ده مجرد ان انت بتشديه بيطلع معاكي بمنتهى السهولة، مش محتاج ان انت لا مجهود منك ولا هياخد منك وقت. بتشديها بيطلع معاكي على طول. اي دهون موجودة على ظهر الكرشة برضو تتشال، كل الدهون دي بتعمل زفارة. حتى وقت ما تيجي تطبخي الكرشة ما بتحسيش ان انت اصلا عاملة كرشة في البيت، ما يبقاش مش بيبقى ليها ريحة. كل الدهون دي بتتشال وبتترمي، هي دي الدهون دي هي اللي بتعمل زفارة وبتخلي وانت بتعملي في الكرشة بيبقى لها ريحة وانت بتطبخيها. لكن بالطريقة دي لو طبختيها وعملتيها محدش هيبقى عارف اصلا ان انت بتعملي في كرشة الا لما يدوقها وبياكلها. عارفين يا بنات، في ناس هتستغربوا لما تسمعوا الطرق اللي انا هقولكوا عليها. في ناس بتستعمل البطاص، بيحطوا بطاص جوه المية وبينضفوا بيه الكرشة. وفي ناس كمان بتستعمل الجير وبينضفوا بيه الكرشة علشان خاطر يسهل معاهم، وخصوصا اللي هم ايه بينضفوا وبيبيعوا. فعلشان كده بنبه لتاني مرة وبقولك لو انتي بتحبي تجيبي الكرشة بتاعتك ما تنضفها من بره، يعني يكون حد انتي واثقة فيه ويكون حد امين. وربنا ان شاء الله باذن الله يعافينا ويعافيكم يا رب جميعا.
فكل واحدة تحاول ان هي تعمل الحاجات دي في البيت، مش هياخد معاكي لا وقت ولا مجهود. لو انت استعملتي الطريقة دي هيطلع معاكي وهتتنضف معاكي الكرشة على طول. هوريكي لتاني مرة ازاي بنسحب بقى الجزء اللي هو الشفاف اللي موجود على الظهر بس بسرعة. مجرد ان انت شديتي الطرف بتاعه بيتشد معاكي على طول. هي دي بقى الكرشة بتاعتنا، بصوا يعني بقت بسم الله ما شاء الله. المية كانت وقتها قطعت، فاستعملت بقى بالمية المركونة هشطفها كذا كذا مرة. وبعد كده بقى ايه، بصي هوريها لك، بصي عاملة ازاي ما شاء الله. انا خليت المقطع ده يكون بطيء عشان تشوفي الكرشة متنضفة ازاي، وما خدتش معايا وقت. لو مشيتي على الخطوات وخدتي بالك من النقط اللي انا قلت لك عليها ان انت تاخدي بالك منها، هتتنضف معاكي الكرشة على طول. حتى لو انت حسيتي ان في بواقي، وقت ما تيجي تشطفي الكرشة هتطلعيها. هبدأ بقى احط الكرشة بتاعتي وانقعها في محلول الملح بتاعها، او محلول النقع بتاعها، شوية ملح وشوية دقيق وشوية مية ومعاها عصرة ليمونة، وكمان قشرة الليمونة بحطها، وبسيبهم شوية لحد لما تاخد كده وقت. وبعد كده ارجع اشطفها مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده اصفيها واقطعها واكيسها واشيلها وقت ما احتاجها اطلعها. ده كان قبل تنظيف الكرشة. كان عندي ماتش تنظيف للمنبار. لو عايزيني انزل لكم الفيديو بتاع المنبار اكتبوا لي تحت في الكومنت.